انا عايزه اكل مكرونه او اكل دازر. قول للام هل ابنك بيقعد قدام التي في او الشاشات او الموبايل لفترات طويله؟ ترد تقول اه. زي ما عودتكم في عيادات صحتي، احنا النهارده في تخصص جديد خالص من سؤال وجواب. النهارده احنا مع الدكتوره شيماء سعيد، دكتوره التخاطب، هتقول لنا نبذه بسيطه كده وهنسالها سؤال. مساء الخير يا دكتور، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك؟ تخصص حضرتك انا بسمع عنه كتير، امتى الجا لدكتور تخاطب؟ ما هو التخاطب؟ طبعا سؤال انا طبعا بحيي حضرتك عليه. امتى نلجا لاقرب اخصائي تخاطب او امتى نحس ان اولادنا عندهم مشكله؟ طبعا يا جماعه هشرحها بمنتهى البساطه. التخاطب علم دلوقتي بقى منتشر جدا جدا، بيخدم جميع الفئات، سواء اطفالنا من ذوي القدرات الخاصه او اطفالنا اللي عندهم مشاكل، سواء مشاكل في اللغه. ابننا مثلا ابتدى عنده تاخر لغوي، وصل مثلا ل3 سنين او اقل من كده، مش قادر يعبر صح، عنده مشكله على مستوى لدغات الحروف، او عنده حاجه اسمها ستاترينج، تلعثم او تأتأة او تهتها في الكلام. نلاقي ابننا بعض الاوقات بيعكس الضماير، مثلا بدل هادي يتقال عليه ده، او انت يتقال انتي. طيب هل بالضروره كل طفل اتاخر في الكلام هل بالضروره نلجا لاستشاره اقرب طبيب تخاطب؟ طبعا الاجابه يفضل، لان الوقايه خير من العلاج. امتى نحس ان في مشكله سواء كان ابنك؟ انا طبعا السؤال ده هياخد حلقات كتير، ولكن انا هحاول اوجز في الاجابه. سواء لو ابننا من ذوي القدرات الخاصه، بيفرق ايه نوع الاضطراب عنده، هل هو اضطراب توحد، سمات توحد، هل هو داون سيندروم، هل هو فرط حركه، نقص انتباه، ايه النوع؟ فبنبدا نحط البلان سوا ونبدا خطه العلاج ونبدا نشتغل عليها. طيب لو ابننا طفل طبيعي ولكن عنده بعض المشاكل في اللغه، ببدا بمنتهى البساطه اقعد مع الام. طبعا بيتعمل ايفالويشنز، تقييمات للطفل، ابدا اعرف، وده السؤال الاهم. احنا عايزين نفرق ما بين 4 حاجات. يجي الطفل هو بيتكلم، ولكن تلاقي الام تقول بالراحه انا ابني كلامه مش واضح، بيبرطم كانه مثلا بيتكلم صيني او هندي. اقول للام الف ب، هل ابنك بيقعد قدام التي في او الشاشات او الموبايل لفترات طويله؟ ترد تقول اه. طبعا يا جماعه ما ينفعش حاجه زي كده، لان علميا الكلام ارسال واستقبال. خليك قاعد قدام اي جهاز لفترات طويله، انت بترسل ولا بتستقبل؟ بتستقبل. فطبعا الولد او البنت تبدا تتكلم بلغه الكرتون، وده طبعا اكبر خطأ. تاني حاجة ان الام تقول لا انا ابني بيتكلم كويس، بس بينطق مثلا الكاف ت والجيم ده، يقول لك انا عايزه اكل مكرونه او اكل دازر. قول للام دي احدى مشكلات الكلام اللي هي اسمها لدغات الحروف، وبنبدا نشتغل عليها بجلسات بسيطه جدا جدا. تالت حاجه ان الام تقول لا انا ابني بيتكلم كويس قوي وما شاء الله ما عندوش لدغات حروف، ولكن ابني عنده مشكله في الساينتكس او السياق اللغوي، ما بيعرفش يعبر. ممكن موقف بسيط، مثلا ولد خد حاجه تبعه في الفصل، حد ضربه، ما بيعرفش يعبر. طبعا اقول للام واحده واحده، احنا بنتعلم ازاي نكون جمل بشكل بسيط. نشكر الدكتوره شيماء سعيد استاذه التخاطب. كان معاكم شيماء سعيد، اخصائي تخاطب وتاهيل، واطمن على صحتك من خلال صحتي، وبنستقبل جميع استفساراتكم سواء من خلال البيج او تشرفونا بعيادات ومعامل صحتي بمول الاشراف.